الذي هو الأصل أنه لا يُذكر، لكنني مُصِر أن يُذكر يا أخي، أنا مُصِر أن يُذكر وأعرف إيش قصة هذا أبو سبير. لا، وأنا أيضًا مُصِر. أنا أنا والله مُصِر. ما أحب أخوض في هذه الأمور للأمانة، بس يعني هم أول ما يتكلموا فيه وكأنها ذِلّة، وكأنهم ماسكين عليكم ذِلّة كذا، كأنها ذِلّة أو شيء من هذا القبيل، إلى درجة إنه بعض المغاربة يستسلم لهذا الموضوع وينزعج. طيب، حدثنا من هو أبو سبير وما قصة هذا الاسم. بوسبير هو حي في مدينة الدار البيضاء، كان مهيئًا للدعارة، وكان يدخله الجنود وكان يدخله حتى بعض المدنيين، هذا ليس مشكلًا. لكن كيف تكوّن بوسبير؟ في أي وقت هذا؟ متى كان؟ 1920 1950. في هذا الحقبة 1920. أوكي. يعني شوف، يعني أولًا هذه الحقبة لها رمزية قوية، على اعتبار أن الفترة كنا تحت الحماية الفرنسية أو تحت الاستعمار الفرنسي. إمم. يعني هذه الظاهرة ليست مرتبطة بتطور مجتمعي مغربي، وإنما ظاهرة دخيلة على المغرب مرتبطة بالاستعمار. وأنا قلت لك أخي أسعد، حينما تحدث معك أحد الجزائريين على موضوع ديال ويليام سبنسر، وهو لا يستحي حينما يذكر ويليام سبنسر، لا يذكرون الكتب هكذا. أرسلت لك مقاطع من الكتاب، تتذكر؟ في متى كلمني الجزائري في اللايف والّا فين؟ في لايف على التيك توك قال لك ويليام سبنسر والدولة أيوه، الجزائرية أيوه، 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 نعم، نعم. صور الغباء. يقول لك ويليام سبنسر الجزائر على عهد رياس البحر، هذا هو عنوان الكتاب. يعني الكتاب في حد ذاته يشتم تاريخ الجزائر، ما يسمى بتاريخ الجزائر، على عهد رياس البحر، ورياس البحر كانوا كلهم أتراكا. وهذا ويليام سبنسر يقول لك في الصفحة 199 و200، يقول لك أن الفرنسيين دخلوا مدينة الجزائر بدون مقاومة، ويقول تلقت القوات الفرنسية وهي تدخل إلى الجزائر تحية الصمت، تحية الصمت، والرجال الأشداء جالسون في المقاهي يشربون الشاي، يحتسون الشاي ويشربون الغليون، يضربون الشيشة. ذهب عهد وأتى عهد آخر ولا أحد أباه. هذا المضمون، والكتاب عندي، أنا نقرأ لك دابا. لأ يعني زمان اروي لنا بزاف. ما دار فيه. نعم. لا اصبر، وأقول لك لأنه أحالك على ويليام سبنسر، فنبدأ من هنا، من ويليام سبنسر. ماذا قال ويليام سبنسر؟ ومهما يكن، هذا في الصفحة 120 من هذا ويليام سبنسر الذي ذكره الجزائري، حتى أي. نقول لك من أين جاء بوسبير، من أين جاءت ظاهرة الدعارة دخلت إلى المغرب بشكل مؤسس. اسمع، منظم. أي. ستعرف العجائب. اشرب الماء وركز معي. والله خلي ما خ... أريد والله ما أريد أعرف، بس قدو ضروري ننبش هذا الملف والّا والله. لا شوف، وأنا وأقسم لك بالله، لأن أخلاقي وأخلاق المغاربة، وأنا والدي وأفتخر به، أنا والدي إمام مسجد، إمام وخطيب مسجد، لا يمكنني أنني ننزل لهذا المستوى هذا ديال النقاش، ولن أتحدث على طيب، ما الظاهرة. ما رأيك نقفل هذا الملف يا أخي؟ لا اصبر، لا نهضرك على المغرب، علينا حنا، نهضر لك بطريقة مزيانة. إيه. نهضر لك على هذا ويليام سبنسر. يعني هذه حينما كان الأتراك اليولداش هذا، قال لك ومهما يكن فإن الفزع من مثل هذا العقاب القاسي الذي ينفذ أناس بالقوة في التشدد لم يكن أقل عبرة من التواجد الإيجابي للبغاء الرسمي في مدينة الجزائر. هذا في القرن الثامن عشر، في القرن 1830، يعني قبل دخول الفرنسيين. فبالرغم مما كان يشاع من ولع أعضاء الأوجاق بالأطفال الصغار، وخاصة اليهود، أكثر من ولعهم بالفتيات، قوم لوط. تعرف أن باش قالوا لا نريد، ليس لنا ياك، باش قالوا ما بغيناش البنات ديالنا، هن البنات. أطهر لكم. أي. قالوا لا، حنا بغينا الضيوف ديالك بالفتيات، وخاصة بالفتيات وتركهم لهم لا، وخاصة اليهود أكثر من ولعهم بالفتيات وتركهم لهن في كثير من الأحيان، فإن ما نملك عليه من الوثائق كان فقط هو تواجد البغايا غير التركيات التي احتفظن بهن لإمتاع العزاب من اليونداج، وقد كانت تحت إشراف المزوار، وكنا مراقبات بشدة، ويفتشن بانتظام، ومطلوب منهن أن يعيشن في حي مدني خاص محجوز ومقفل على القادمين من خارجه. وقبل زيارة الحي من قبل الزبون كان عليه أن يقدم طلبا إلى المزور ولا المزوار يذكر فيه السعر الذي يستطيع الدخول على أساسه. المزوار يعني المنظم والّا المنظم الجواد يعني؟
على حسب المال ديالك يعطيوك النوع ديال نوع هذا. ايوه على خيره. حسب المال ديالك. اي عليه أن يقدم طلبا إلى المزوار يذكر فيه السعر الذي يستطيع الدخول على أساسه ويحدد اليوم الذي يريد الدخول فيه، وعند ذلك يصدر في شأنه إذن، وهذا الإجراء يشبه مثله من الأقفاص الموجودة في القسطنطينية. لكن نعود إلى بوسبير. السؤال الأول، هل بوسبير نزل من السماء؟ لا. لم ينزل من السماء. كيف دخل بوسبير إلى المغرب؟ وأنا أقول لك أن الظاهرة مرتبطة بدخول الفرنسيين إلى المغرب. حينما دخل الفرنسيون إلى المغرب على عهد لوطي الذي كان في الجزائر، يعني الاستعمار الفرنسي، نتفق أنه دخل من الجزائر وجاء إلى المغرب، احتلوا عين صالح، بشار، توات، ودخلوا إلى وجدة، وشوية احتلوا الدار البيضاء. فحينما جاءوا كانت الحملات الفرنسية تضم ما يسمى بلي بورديل ميليتير دو كومباني. هاد لي بورديل ميليتير دو كومبار تسمى المواخير العسكرية المتحركة دو كومباني. يعني كانوا هاد الجنود الذين كانوا يشتغلون مع الفرنسيين كانوا عناصر جيش جزائرية في الجيش الفرنسي، الصباحيين وغيرهم، ومن بينهم تذكرت الشهاده ديال الاب ديال خالد النزار بان والده شارك في احدى الحملات في المغرب، وكانوا افارقه في هذا الجيش الفرنسي. فكانوا ياتوا معهم يتم اختيار هذه الفتيات التي يتم اختيارهم لتلبيه الرغبات ديال الجيش الفرنسي وهم في الطريق لاحتلال اي مكان، ليس بالضروره المغرب، ويتحدث عن كمبوديا ولاندوشين. كانت هذه اي مكان يذهب الى احتلاله الجيش الفرنسي ياخذ معه هذا ما يسمى بهذه المواخير العسكريه المتحركه. وكانوا ياتون بهذه الفتيات من الجزائر بطبيعه الحال ومن دول افريقيا. فحينما جاءوا كانوا اول من استوطن في بوسبير، كانت اغلبيتهم في بوسبير اغلبيه جزائريه في بوسبير. فالدليل كاين واحد الكتاب ديال لوسيال دي كافار، هو عندي هنايا. اين هو لوسيال دي كافار؟ اسمع لنا الصور. لوسيال دي كافار هذا هو الكتاب. اسمع ماذا يقول. هذا لوسيال دي كافار، نقرأ منه. يقول لك حينما ندخل وجدنا 600. يتحدث عن بوسبير ديال اللي كاين في الدار البيضاء. قال حينما دخلنا 600 مرأة كانوا ينتظروننا، 600 مرأة من جميع الألوان، بيضاء، نحاسيات كويفري، اللون ديال النحاسي، سوداء يعني سوداوات، من جميع الأعمار ومن جميع لي فورم، القد الأحجام. إلياسيل سوسون اون جينيرال. قالك بشكل عام، بصفه عامه، كانوا شابات جزائريات ويهوديات الذين كانوا يرقبون دخولنا الى بوسبير. هذا الكتاب سيال دو كافر، شفته. اقرا مزيان. كان اغلبهم جزائريات ويهوديات، ما كاين حتى مشكل. كاين واحد بورديل دو بلاد، نجيب لك هذا واحد البحث كان دار على بوسبير، اسمع لي. ها هي بورديل دو بلاد، فين راها؟ ها هو بورديل دو بلاد. هذا نجيب لك هذا، شوف هذا البحث بورديل دو بلاد. هذا كوبير رورال دو لا بروستيتيسيون او ماروك، يتكلم عن الدعاره في المغرب. هذا يتكلم عن الدعاره في المغرب. ماذا يقول؟ يقرأوا معي الإخوان. يقول لك دي لوكيباسيون بعد احتلال الدار البيضاء في غشت 1907، قال لك هذا المصطلح ديال النساء الحرات، قال لك يعني اخذ انتباه الملاحظين العسكريين الفرنسيين في الشاويه. قال لك كما يدل على ذلك عدد
لي كارت بوستال، داك الصور التي كانوا يبعثون بها الى الاهل، وهذا داك التذكار وهذا دو ليبوك. قال لك الكتائب السنغاليه والجزائريه والفرنسيه كان لهم الحق في نساء من جنسهم، من نفس جنسهم. يعني ان الفرنسيين كانوا يريدون يعني عاهرات فرنسيات، والسنغاليين كانوا يريدون سنغاليات، والجزائريين كانوا يريدون جزائريات. قال لك دابا هذا الشيء هذا ب 1907. من بعد ذلك التحق القوم حتى 1908. قال لك وبقى عندهم طلبوا الحق حتى هما انهم تكون عندهم مغربيات. قال لك لي بروميي تروب ديكم، قال لك ان الكتائب الاولى او العناصر الاولى ديال القوم واحد النوع ديال العسكر في المغرب ماروكان، تاسست سنه 1908. كان لهم الحق كذلك دو لو غوغوري كازابلانكا دي 1913، جمعوهم في الدار البيضاء سنه 1919. وقال لك ان العاهرات لمختلف هذه الانواع ديال هاد السنغاليين والجزائريين والجويف كانت هي التي تشكل النواة الاولى لهذا الحي ديال بوصبير. ياك حنا اسمع مازال الخطير جاي. سالو كنسولك على واحد القصه، والله القسم انني افكر مع احد المنتجين المغاربه اننا نديروا عليها فيلم ان شاء الله. فيلم عن ماذا؟ عن هذه اللي نتخلك عليها، نتحدثك عليها. تعرف قصه ديال ام حسن او مولاي الحسن؟ تعرف القصه ديالها ولا ما تعرفش؟ لا ابدا، ما هذه القصه. هذه ريا وسكينه الجزائريه، هي ريا وسكينه ديال الجزائر. يا ساتر، ايوه. الجزائريه هذه هذا مولاي حسن، ولا كانت ام حسن كتسمى. هذه كانت، اسمع القصه خطيره وركزوا معي الاخوه الله يجزيهم بخير. هي جزائريه، هي من الجزائر، جاءت مع الجيش الجزائري مع مجموعه من القوادات الجزائريات، واسسوا اولى اوكار الدعاره في الدار البيضاء وفي مكناس وفي فاس. ياك اسمع انا جاي لك بالادله. فحينما جاءت معهم، كيف سيفتضح القصه ديال هذا ام حسن؟ ان كانت دائما كان لها دور في استدراج المقاومين المغاربه، في التنبيه الى حركات المقاومه التي كان يقوم بها المجاهدون. وكانت لها قصص مشهوره، كانت انها قصتها في مكناس انها احبطت هجوما على التكنه، احدى التكنات الفرنسيه التي كان يقيم فيها 1000 عسكري فرنسي بمناسبه انعقاد الموسم ديال الشيخ الكامل او الهادي بن عيسى، سيدي الهادي بن عيسى. واخبرت الفرنسيين بنوايا المغاربه بالهجوم على التكنه وقاموا بانقاذها. قامت كذلك بالمساهمه معهم في الاحداث ديال 1912 في فاس، في الانتفاضه ديال فاس كانت معروفه. هاد ريا وسكينه، هاد ام حسن كانت جاءت وكانت يعني دارت مجموعه ديال الاوكار ديال الدعاره، وارتكبت واحد الجريمه واحد الجريمه ارتكبتها، انها قتلت احدى الفتيات التي كانت تحتجزها، فارادت الهرب فقامت بقتلها وقطعتها إربا، ولحمها كانت تعطيه للقطط. فاحد الاطفال في فاس او في مكناس اكتشف هذه القصه وقام بالتبليغ عليها وتم اعتقالها. اعتقال هذا ام حسن كانوا يطلقون عليها مولاي الحسن. فكانت احدى الجرائد دارت عليها بحث مهم جدا. واش عندي هنايا حتى يعرفوا الاخوان من هي مولاي الحسن. صبر ندير لك هذه ام حسن. صبر اسمع. فنحكي مثلا الحكايه الاولى، هو كاين هناك واحد المقال هنا مهم يحكي على دخولها، يحكي على الدخول، واحد البحث دار على هذه ام حسن، وكيقول لك ان السيره الذاتيه مهمه. قال لك ولدت في الجزائر، قال لك وغادرت الجزائر شابه مع واحد المترجم يعني مشات مع الفرنسيين، وبالصدفه يعني دازت الى فوالا او هازار دي كولون، مشات مع الفرنسيين على كولون بشار وبودنيب
وعين الصفراء والسعيده جوسكو مومون الى غايه الي بريز اون شارج، يعني اخذوها مع الفرنسيين باغ ان طبيب الذي اخذها الى المغرب. قال لك دارت معهم جميع المراحل على العود. الفارسه هذه كانت فارسه مغواره، وجات للدار البيضاء والرباط وفاس في تلك الاوقات. ياك اي جات الدار البيضاء ثم مكناس ثم فاس، اينما ذهبت كانت تفتح اوكار للدعاره في هذه المناطق هذا. فمن بعد هذه الجريمه هذه جات المحاكمه ديالها. من بين هاد الشهود ديال المحاكمه كاين واحد الشهاده ديال واحد الطبيب سميتو كريستياني. حيد هذا بعدا، اسمحوا لي، حيد هذا ام حسن هي ونديروا لها هكذا. الشهاده ديال الطبيب كريستياني هذا استنطقوا القاضي، كيستنطقوا قال هاد الشهاده ديالو. قال لك كيقول لهم انا عرفتها ما بين 1912 و 1911 1912. قال كانت عاهره جاءت الى فاس لتؤسس ميزون دو توليرونس، بيتا للدعاره. يعني جاءت من الدار البيضاء، يعني النيه ديالها من الدار البيضاء انها تجي باش انها تفتح واحد البيت للدعاره. هكذا اخي اسعد. اعوذ بالله. ايوه المهم كيعاود هذه القصه ديالها ماشي مشكل. ما يهمنا هو الشهاده ديال الشاهده الثالثه والشاهده الرابعه. الشاهده الثالثه والشاهده الرابعه منهم؟ الشاهده الثالثه وحده تدعى مريم احمد، جزائريه، اونسيان باترون، يعني خبره، اونسيان يعني باترون، يعني زعيمه ماخور للدعاره، اونسيان باترون دي ميزون دو توليرونس. ماشي مجرد، يعني ليست مجرد يعني عاهره، واحده يعني ايه. قواده كبيره الله قدرها. أقدمية يعني عندها خبرة. لا، وحنا نتحدث في المغرب، نحن ندافع على المغرب، لم نذهب الى الجزائر. وانا ساريك عندي هنا الكتالوج ديال بيوت الدعاره في المغرب، في الجزائر، في الكامبودج، وين ما تحب نوريهم لك. عندنا المغرب في نصف صفحه، عندنا الجزائر 3 صفحات دايرين، 3 صفحات ديال العناوين. ولا نتحدث في هذا الموضوع. صبر نوريهم لك دابا. انا نوريهم لك هاد العناوين باش ما تقولش راني كنتكلم. كتالوج دايرين حتى باريس، ها هي باريس. هادي شنو؟ كولوني، هادو المستعمرات، هادو بون، بوجي، بورج، بوعريرج، بوجي، هادو كلهم مدن جزائريه. جيجل، قالمه، خنشله، العناوين ديال بيوت الدعاره. هذا زيد فيليبفيل تسميات فرنسيه المدن الجزائريه: سان ارنولد، سطيف، سوق هراس، تيبسا، ديبارتمون وهران. انا عاود شي عنوان هنا كان في مهران، نواليس 32 32، زنقه الحدائق، اونتينيا 7، زنقه مونطابور، بلونشيت، فيلاج عرب. العناوين ديال المدن. يعني المغرب كانت الظاهره كانت شاده، وكان المغاربه. انا نعاود لك القصه باش تعرفي ان المغاربه. نعاود بعد نكمل لك هذه الشهاده هذه. الشاهده الثالثه قلنا هذه الشاهده اللي جات تشهد في القضيه ديال قتل ام حسن، هي والصديق ديالها، كانت مصاحبه، كانت معاشره مع واحد الشخص، وبجوج بهم قتلوا هذه السيده هذه وقطعوا اطراف، وانتشرت الدعوه وجاو وحاكموها. ملي بداو كيحاكموها ترافعت وقالت كيفاش كتحاكموني، وانا من ساعدت الفرنسيين انهم يدخلوا لفرنسا المغرب، وقمت بادوار مهمه في هذه الانتفاضه ديال فاس 1912، وقمت باخبارهم بالقضيه ديال حينما اراد المقاومون المغاربه ان يهجموا على التكن العسكريه في مكناس وان يقتلوا 1000 فرنسي. انا من بلغت عليهم وافشلت هذه المحاوله. فجاءوا بالشهود. هذه الشاهده الثالثه مريم احمد، قال لك الجيريان، اونسيان باترون، قديمه يعني قواده قديمه. مانتونو ماريي الذكرى كون مولاي حسن، قال لك اعترفت بان مولاي الحسن عاشت طويلا مع واحد الضابط. قال لك منين جيت انا لفاس il y a 23 ans que je suis resté une fois à Fès. Il y a 23 ans je suis resté 1 heure chez مولاي حسن. je ne puis savoir si elle en disait du bien ou du mal. قال انا منين جيت كنت دزت عندها، منين جيت للمغرب من الجزائر جات للمغرب، قال لك كنت عندها واني جلست عندها غير نهار
ما عرفتش واش هي قبيحه ولا هي مزيانه. هذه قواده قديمه. القواده الثانيه الشاهده الرابعه، سوليكا بنت محمد، الجيريان، باترون، قواده كبيره لبيت من بيوت الدعاره مولاي عبد الله. il y a si longtemps 16 ou 17 ans on disait du bien. يعني 17 عام. هذا المحاكمه كانت في 1936، يعني الا حسبتي 17 عام 1919 1918 يعني بدايه الحمايه. 1918 شوف حسب معايا جيدا، حسب معايا جيدا، انتبه جيدا. هذه المحاكمه 1936، السيده كتقول لك 17 سنه، يعني الا رجعنا 17 سنه يعني رحنا في 1919 ياك. 1919 متى فتح بوسبير؟ 1920. وصلوا 1919 فتح بوسبير 1920. آه. القواده الاخرى متى وصلت؟ وصلت يعني قبل 23 سنه، 16 يعني 1913 بعد الحمايه بسنه. هؤلاء هم من كانوا، شوفوا انا اعرف بان المسؤوليه في هذا الشيء ليس للجزائريين، انا لا اقول الجزائر، انا اقول بان الجيش الجزائري الجيش الفرنسي استعمل بعض الجزائريات وبعض الافريقيات وبعض اليهوديات في اولا انهم يكونوا في ما يسمى في ذاك لي بورديل ميليتير دو كومباني، المواخير العسكريه المتحركه، تذكر هذا الشيء هذا، وادخلوهم الى المغرب. وكانوا حينما يتحدث هؤلاء عن بوسبير فانهم يسبون انفسهم قبل ان يسبوا المغاربه. انا اعطيك واحد القصه طريفه وقعت، ان المغاربه باش المغاربه كانوا رافضين هاد المواخر، كانوا يهجموا على هذا بيت الدعاره ديال ام حسن. هجموا على من هجموا، كانوا يهجمون على 20 فرد من الجيش الفرنسي، 20 جيش من الفرنسي. فالمغاربه كانوا هاجمين عليهم. ساقط في مكناس. اين سيهرب الجيش الفرنسي؟ هذه العناصر اين سيهربون؟ سيهربون عند ام حسن. يا هذه ام حسن، ام حسن هذه ينبغي فام حسن صبر نقول لك الصور، اختي نعطيك الصور، نعطيك الصور ديال هاد الصور مهمه باش حتى المغاربه يضحكوا شويه. في صوره لام حسن. فيه والله ودي صورتها كيف شكلها؟ صبر انا نعطيك الصور ديالها غير تهنا. شوف ام حسن هذه تستاهل ولا من حق الجن؟ لا هي كانت كبيره انا شويه، ولكن كانوا كيعاودوا عليها بان كانت ايه في الجمال يا رجل. لا كانوا كيحكيوا عليها زعما. صبر نشوف فين راهم. عندي غير تهنا. بغيتي ام حسن اليوم سنزوجك ام حسن غير تهنا. نعم هي. ولا انا خايف تطلع ام حسن مناضله كبيره عندهم ولا شيء. اصبر عندي هنا الصور. لا ما حبيتها يا اخي. واحد يقول لك قال لي حبيت ام حسن، اعوذ بالله. لا بس يعني فضول نشوف شكلها، بس قال لك حبيتها. لا نوريك ام حسن ترى. انا باغي اشوفها والله ضروري. فضول شفتك انت هكذا، شفتك زعما لو وقعت في غرامها وديتها. لا اعوذ بالله. هذه ايه في الجمال يا رجل. هذا ام حسن. لا كانت كبيره في ذلك الوقت، كانت كبيره. استغفر الله العظيم. قال لك ايه في الجمال. صور لا كيعاودوا عليها كيقول لك هذا من هذا البغايا. هذا البغايا قال لك هذا تيب اوف ذا جود لوكين يونغ وومن وات مدام منى حسن. هذه وقيله هي اللي كانت صغيره. يا دكتور انت طلعت الصوره كذا بدون ما تقول لي انتبه لنفسك، لك فجعتني يعني. والله بغيت نوريك واحد الصوره. ام حسن يا الله ايش هذا؟ هادو اللي كانوا محتجزات عندها وتم هدم واحد السور وخرجوا منها. الله. هذه ما كتب على مولاي حسن. هذه حينما تم اعتقالها من طرف الجنود الفرنسيين. وملثمه كمان. لا واش هذه حينما دخلوا عليها، فدخل عليها الفرنسيين فسمعوا صوتا لفتيات داخل هذا السور باغيات. فحينما سالوها عن اصل هذا الصوت قالت لهم لا عندي قطه، وكانت احدى المومسات تقول مياو 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 حتى لا ينفضح امرهم. فكان هذا الولد اراد ان يتخلص من هذا الوضع وبدا يصرخ،
وحينما بدأ يصرخ اكتشف الفرنسيون هذا الوضع وقاموا بتحطيم هذا السور واخرجوا 3 فتيات وابن. هذه الصوره رسمها الجنود الفرنسيين الذين قاموا بالتحقيق في هذه القضيه. يا الله. انا بحثت لك على الصوره الاخرى اللي جميله. صبر. اهم صوره واش هذه؟ هذه. تعرف قصه هذه الصوره؟ ايش هذا يا اخي؟ هذا تعذيب. لا اسمع قصه جميله. هادو هم الفرنسيين الذين هربوا من المقاومين المغاربه، فحينما دخلوا على ام حسن قالت سيكتشف امركم المغاربه، فقامت قال لهم انزعوا شواربكم وسألبسكم لباس الحريم حتى يعني لا يعرفوا انكم رجال ويقولون انكم هؤلاء جنود فرنسيين. قامت ام حسن بإلباسهم لباس النساء. يا ربي. اوف والله ام حسن هذه طلعت داهيه. ام حسن لا تستاهل قصه فيلم ولا ما تستحق؟ ولا انا اعلن للجمهور لايف غدا في التيك توك عن ام حسن نشوف الملابسات هذه حتى نختمها. يعني نختم الان. من هي، اسالك سؤال، من هي اغلى لوحه حاليا في العالم؟ اغلى لوحه. هذيك المرأة، هذيك الموناليزا هذيك. لا مش الموناليزا. ما هي؟ اغلى لوحه هي لوحه بيكاسو. ومالها؟ ليش ذكرتها هنا؟ شو اسم اللوحه؟ بيكاسو. اسم اللوحه يعني. شو يطلق عليها اسم؟ نساء الجزائر. يا رجال. والصوره، صبر نعطيك الفيديو. صبر. والله طفحت من موضوع بوسبير هذا يا جماعه، زهقت، وخصوصا ام حسن فجعتني كذا، ظهورها المفاجئ كذا خلاني اعوذ بالله. انا بكره لازم اعمل لايف على ام حسن. ام حسن هذه ام حسن، نعرف بانك وقعت في غرامها. يا اخي اتق الله يا رجل، اعوذ بالله. Les femmes d'Alger, l'œuvre d'art la plus chère au monde. Ce Picasso a été adjugé hier soir à près de 180 millions de dollars. Autre record, une statue de Giacometti. Les femmes d'Alger, l'œuvre d'art la plus chère au monde. Ce Picasso a été adjugé hier soir à près de 180 millions de dollars. Autre record, une statue de Giacometti. 180 مليون دولار، 180 مليون دولار. طيب هي لوحة ماذا ولماذا سموها نساء الجزائر؟ وش الموضوع هذا؟ Il aura fallu à peine plus de 11 minutes pour solder une vente à plus de 160 millions d'euros. Le vendeur et l'acheteur sont tous deux restés anonymes. Cette toile de Picasso, Les femmes d'Alger, avait déjà été vendue chez Christie's en 1997 pour 28 millions d'euros. Son prix a aujourd'hui quintuplé. Jamais un tableau vendu aux enchères n'avait atteint une telle somme jusqu'à ce jour. Nous avons toujours su qu'il allait battre le record du monde des enchères qui était jusqu'à présent détenu par un triptyque. يعني هذا بيكاسو رسم النسوان، رسومات جزائرية وعمل. يا اخي هذه صوره للنساء في بيت من بيوت الدعاره في الجزائر. يعني مشت الصوره هذه عمل منها لوحه، واغلى لوحه في العالم 180 مليون دولار. والله لو نبيع تبون ما يجيب حتى مليون دولار، بس يلا ما دام اللوحه بهذا لذلك انا قلت لهم يعني ابتعدوا على مثل هذه المواضيع. يعني انت الان تريد الخلاصه بوسبير صناعه جزائريه. انا اقول بانها صناعه استعماريه، لكن من اتى بها ان الاستعمار الفرنسي اتى بجزائريات التي شكلنا النواه الاولى لانشاء اولى بيوت الدعاره في المغرب. فليقفل الملف، وانا انصح اي اخ جزائري او تبوني الا تذكر بوسبير، لانه اذا ذكر بوسبير ستذكر ام حسن الان. ام حسن ستذكر ام حسن. ام حسن وراه شفتي الشاهدات، هذوك الشاهدات في احدى المحكمه في مكناس. قواده قديمه والاخرى قواده قديمه. انا اعطيتك الاسماء ديالهم. ايوه كلهن موجودات. والله اليوم في رمضان انه لا يليق هذا الملف، بس يعني وانت الاسم حتى ننهي. ايوه مريم احمد قواده قديمه، وسوليكا بنت محمد الجيريان قواده قديمه. ايوه خبره. اخواني سامحونا والله العظيم. في واحد تعليق: هل يليق هذا الملف في ليله من ليالي رمضان؟ ماذا نفعل يا شيخ؟ اخر العلاج الكي، لانه هؤلاء الناس
يفلسون فلا يذكرون إلا بوسبير. أنا والله أول مرة أعلم بهذا، أنا فكرت بوسبير ما زال إلى الآن يعني. طلع إنه في 1950 أغلق في 1950 وهذه الظاهرة 1920 إلى 1950. خلال حين كان متواجد الفرنسيون كانوا هناك، لكن هي ظاهرة يا أخي لم يخلو منها بلد هذه الظاهرة أبدا أبدا أبدا. لكن يا أخي نحن لم نتناول هنا يعني الدعارة في الجزائر، لم نتحدث عنها، نحن فقط دافعنا لأن هؤلاء القوم لم يجدوا في الجزائر عاقلا يقول لهم اتقوا الله، لا شيخا ولا فقيها ولا دكتورا ولا أستاذا ولا عالما ولا محاميا ولا قاضيا، لم يتحدث. لو سمحت وضعوا له معرضا في سويسرا، معرضا لاستهداف أعراض المغربيات وليوصلوا رسالة مفادها أن هؤلاء المغاربة إنما هم صناعة زينة وهم أبناء زينة، وبأن هذا الوقر ديال بوسبير هو من خلق هذه كان النطفة التي خلقت بأن هذا المجتمع المغربي هو مجتمع ديال الجنس، وبأن الناس ليس لهم أصل، بأن مع العلم أن هذه البوسبير كان مهيئا للجنود والجيوش وجاءنا من الجزائر. لذلك أقول لك أنني قلت في إحدى المقالات أنا أتمنى يعني بألم شديد لكن محبة في بلدي والاعتبارات ديال الأمن القومي لبلدي أن يبنى حائط طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار وبه أسلاك شائكة مكهربة على طول الحدود بيننا وبين هذه الجارة الشرقية، لأننا لم يأتينا منها يوما إلا الشر. جاءنا منها الاستعمار، جاءنا منها اليوطي، جاءتنا منها الدعارة، جاءنا منها الإرهاب، جاءنا منها البوليزاريو، جاءنا منها الانفصال، جاءنا منها الإنهاك. لم يأتينا خير من هذا النظام هذا المجرم، إلى أن تتغير الأوضاع في الجزائر ويأتي إلى الجزائر من يحكمها رجل عاقل يعلم بأن يشتغل لمصلحة بلده ولمصلحة وطنه. يا أخي ماذا استفادوا هؤلاء 50 سنة من الاستهداف؟ كيف تصدق أن يعني نظام جعل أن أساس تواجده أنه يقضي على المغرب، حتى أن بومدين يقول لك أن المغرب والجزائر مثل السيفين لا يمكن أن يدخلا في غمد لا يمكن أن يدخلا في غمد واحد. شوف أين وصل هذا الحقد بهؤلاء القوم يا أخي. وأنا قبل أن ندخل في اللايف سمعت تبون يشتكي منكم وأنه أغلق الحدود يعني امتثالا للمثال المصري، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، إنه كل البلاوي من عندكم. يعني سبحان الله. يا دكتور أنا أشكرك يا أخي، أشكرك، وفي نفس الوقت خليني أشوف أم حسن نظرة أخيرة لو سمحت قبل ما نغادر. والله عرفت أنا بين نشوف قصة حب اليوم مع هذا أم حسن. أعتبر هذه هي المستملة الليل. والله قاعد في دباديبك يا أخي. أم حسن شو كل شيء. لا رجع الصورة هذيك، الصورة الثانية يا أخي. لا أنا سأعمل هذا الإطار وأبعثها لك. هذا أم حسن يا أخي، هذا رجال، هذا أبو حسن. أيوة هذه يا أخي، إنا لله يا أخي، رجال هذا مو مرة. طيب يا أخوان الكرام، يعني نيابة عن الدكتور أنا سأودعكم أنا، ولو أننا ضيوف عنده. حياكم الله، شكرا على استماعكم 1.5 ساعة قضيناها معكم. في المحور الأخير قد قلت لكم سيكون ختامها زفت وليس ختامها مسك، لكنه يعني أماط اللثام. أعتقد وهذه كلمة أخيرة أنا سأقولها والله العظيم، يعني من باب إيش؟ لا ترمي الناس بالأحجار وبيتك من زجاج. بس عيب والله ما للحين قسما بالله العظيم أي جزائري أي تبوني سيقول بوسبير أنه كمن يعني يطلق النار على قدميه. طب أخي أسعد، أستحلفك بالله من تناول هذا الموضوع أولا؟ من نبت؟ لا شهادة لله أنا قلت لكم والله العظيم، وهذا ليس مجاملة لك ولا الإخوان المغاربة، أنتم لا تذكرون الدعالة إلا في معرض الرد، لم أراكم بدأتم بها أبدا. وأعتقد بعد هذه الحلقة أنها الفاصلة الذي عند أبوه دم بوسبير هذا حطوه في جيبك، طلعت كل شيء تبعكم. أم حسن أمكم التي رضعتم منها، وبالتالي نسأل الله السلام. اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين جميعا والله. ونحن نسمع هذه جزائريات أو فلان في مواخير والله حتى قبل 1920 يعني حاجة
أخواتنا في الأخير يعني مسلمات، نسأل الله السلامة والعافية. دكتور شكرا جزيلا لك، وأنتم أيضا شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لكم أخي